بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الآن الأديب جابر سوكيس مدير قسم ثقافة المحلة الكبرى للترحيب بحضور المهرجان الثقافي الفني في حب مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكل مشاهدي قناة صوتنا الإلكترونية، وتحية لمؤسسي القناة الأستاذ يوسف مسعد والأستاذ رامز عباس. احنا في قصر ثقافة المحلة الكبرى يسعدنا بالتعاون مع قناة صوتنا دعوتكم لحضور المهرجان الثقافي الفني الكبير تحت عنوان في حب مصر، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 29/3/2011 بحديقة الأزهر. هنبدأ بإذن الله اعتبارا من الساعة 5. هنفتتح عدة معارض فنية، معرض للفن التشكيلي ورسوم الكاريكاتير، ومعرض لرسومات الأطفال، بالإضافة إلى معرض لمنتجات نادي البرع. سيتم بعد ذلك محاضرة عن الفريق سعد الدين الشاذلي، أحد الأبطال الحقيقيين بحرب أكتوبر. يلقي المحاضرة العقيد عبد الحميد بسيوني. بعد ذلك سيكون هناك حفل موسيقي لفريق الموسيقى والكورال بقصر ثقافة المحلة، يعقبه أمسية شعرية لشعراء المحلة. بعد ذلك سيتم بإذن الله تسليم شهادات التقدير على أمهات شهداء 6 إبريل وشهداء 25 يناير وأمهات متحدي الإعاقة، بالإضافة إلى أمهات من قصر ثقافة المحلة الكبرى. يسعدنا جميعا دعواتكم لحضور هذه الاحتفالية بقصر ثقافة المحلة الكبرى، وستكون بإذن الله في حديقة القصر اعتبارا من الساعة 5. احنا طبعا سعداء بالتعاون مع قناة صوتنا والتعاون مع الشباب المصري، شباب ثورة 25 يناير الموجودين في مدينة المحلة. سيحضر الاحتفالية وسيشارك فيها نخبة من المثقفين والأدباء والشعراء، والدعوة موجهة لكل جماهير مدينة المحلة الكبرى، وشكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الأستاذ يوسف مسعد يوسف مدير قناة صوتنا، وهي للترحيب بالسادة ضيوف مهرجان الثقافي الفني في حب مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه صوتنا، طبعا بنرحب بكم في حفلتنا الثانيه ومهرجاننا الثاني الذي تقيمه قناه صوتنا. طبعا بنقوم المره دي بالتعاون مع قصر ثقافه المحله الكبرى وجروب المحله الكبرى، وسوف يقام الحفل يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس 2011. وطبعا احنا بنرحب بكم في حفلتنا، ودي حفلتكم في الاصل، وهي تكريم لأمهات المعاقين. طبعا مهما قلنا في حقهم ما نقدرش نوفيهم حقهم. وطبعا بالمناسبة ثورة 25 يناير المجيدة نكرم برضو أمهات الشهداء الذين ضحوا في سبيل خروج مصر من كبوتها أو عصر الدكتاتورية. وأيضا سوف يقام معرض فنون تشكيلية وكاريكاتير ورسم. طبعا ستسبق الحفل مسيرة فنية مبتكرة من فكرة أفكار رامز عباس، وهي فكرة ما حصلتش قبل كده في مصر، وهتخرج من أمام القصر ثقافة متوجهة إلى شارع البحر لتعلن الجميع بطريقة مبتكرة
أنه يوجد حفل تكريم الأمهات الشهداء وأمهات المعاقين وحفل فني غنائي كبير في القصر، وفي انتظاركم إن شاء الله، ونتمنى أن تكون حفلة جميلة بوجودكم طبعا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.